أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. في ناس كتير فاهمة إن صلة الرحم دي واجب تقيل جدا بنعمله في الأعياد والمناسبات عشان نخلص ذمتنا، أو إنها زيارة بزيارة، واللي ما بيجيش عندي مش هروحله. لكن الحقيقة إن صلة الرحم هي أذكى استثمار لدنيتك وآخرتك. صلة الرحم مش للناس اللي بنحبهم بس، ده اختبار لقلبك وقدرتك على التسامح، وهي البوابة اللي لو فتحتها هتتفتح لك كل أبواب الرزق اللي كنت فاكرها مقفولة. لو حد سألك تحب رزقك يزيد وعمرك يطول والبركة تملى بيتك، أكيد هتقوله أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا روشتة واضحة وصريحة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحم. العلماء بيقولوا إن ربنا بيجعل البركة في وقت واصل الرحم وفي ماله بشكل غير منطقي، والسبب هنا بسيط جدا، وده لأن الرحم مشتقة من اسم الله الرحمن، وربنا قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تخيل لما يكون ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوصلك، هل هتحتاج حاجة تانية في الدنيا؟ سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان عنده بستان جميل جدا اسمه بيرحاء، وكان أحب أمواله إليه. لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هي صدقة لله. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وزعها على الفقراء الغرباء؟ لا، قال له جملة عظيمة قوي: أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني وزعها على القرايب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. صلة الرحم هي اللي بتبدأ من دايرتك القريبة، من أخوك اللي ما كلمتوش من فترة، أو عمتك اللي شايلة منك، أو قريبك اللي ظروفه صعبة وانت تقدر تسنده. أصعب حاجة بنسمعها: هما ما بيسألوش عليا، ليه هسأل أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد على النقطة دي بوضوح وقال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني الواصل الحقيقي مش اللي بيرد الزيارة بالزيارة، الواصل هو اللي لو أهله قطعوه هو بيوصلهم، لو قفلوا الباب هو بيترك الباب بالمعروف. صلة الرحم مش محتاجة منك مجهود خرافي، ممكن تكون رسالة، مكالمة، سؤال بسيط، أو حتى دعوة بظهر الغيب. جربوا النهاردة افتحوا سجل الأسماء في موبايلاتكم وشوفوا مين بقالكم كتير ما كلمتهوش، وخليكم انتوا أول الواصلين عشان يوصلكم الله بكرمه. يومكم كله صلة وبركة.